عشان كده لما ابوكي حكالي انت عملتي ايه، حكمت عليكي بعينيهم ونسيت عيني اللي خلتني اشوفك بصورة تانية خالص. في مسلسل ميد تيرم الجدة قالت جملة: نسيت ان ليه عينين بشوف بيهم وصدقت اللي اتقال عنك. ده اللي احنا بنعمله في كتير من العلاقات بتاعتنا. احيانا بيكون في ناس احنا عايشين معاهم بس احنا مش شايفينهم صح، مش لانهم مش واضحين، لان احنا خلاص خدنا فكرة عنهم من تصرف، من موقف عملوه، نفضل حاكمين عليهم طول العمر نفس الحكم. ويمكن هديلكم مثال: الفنان عمرو مصطفى. اللي يعرف الفنان عمرو مصطفى او سمعه في القاءات قبل كده وسمعه في القاءات دلوقتي هيعرف ان هو اتغير 360 درجة. اللي شفته امبارح مش بالضرورة هو اللي هتشوفه منه النهاردة، ومش بالضرورة هو اللي هتشوفه بكرة. وللأسف بنفضل في طاقة مستنزفين بان احنا طول الوقت بنقول: هما ليه بيعملوا كده؟ ازاي جالهم قلب يعملوا كده؟ معقول بيقدروا يناموا وهم عاملين كده وظالمين حد؟ الأسئلة دي ملهاش إجابات وعمرها ما هتريحك. خليك فكر: أعمل إيه لما أتعرض لموقف صعب؟